حياكم الله. راح ننطلق لتوثيق تجربة أحد الزبائن تعالج من جرثومة المعدة وشاف فرق من أول يوم. طبعا ما تعالج من أول يوم، لكن شاف فرق من أول يوم. خليكم ويانا حتى تعرفون التفاصيل. فيه شفاء للناس. حياكم الله أبو حسين. حيا الله من قال. جزاكم الله خير. وسهلا. صار زحمة عليكم. لا بالخدمة. تعالناكم. أستاذ كاظم تصل. على راسنا. الله وسهلا. الله يخليك. الله يبارك فيك. الله كله هلا بيك. الله يديمكم. الله يحفظك. يعني زاحمناكم لأن تجربتكم كلش مميزة. اي حفظك ويبارك فيك. الله يديمكم. كل زحمة معك تفضلتوا إن شاء الله. علينا المشاركة وقبلتوا إنه توثق تجربتكم. احنا بالخدمة وهاي مصداقية. احنا للأمانة هم ما جايبين شيء من جيبنا. الله هذا اللي موجود فعلا أحسنت. حقيقي يعني. أحسنت. الله يبارك فيك. بالمقابل انه كنتوا يعني قبلتوا توثق التجربه حتى تكون سبب في شفاء الاخرين. إن شاء يعني الله إن شاء الله. حتى لا يمرون بنفس المراحل المعاناة اللي مرينا معاناة. بها إمام. انت شفت المعاناه اي اللي بالله الكريم. يمر بها معاناة مريض جرثومه قوية جداً. المعده. اي صحيح. نحب نعرف شنو المعاناه بالضبط او اللي كنت تعانوا من عندها. بالله الكريم صارت عندي أعراض. نعم. والأعراض بدايتها يعني التقيؤ. تقيؤ مستمر. راجعت أكثر من دكتور وما حصلت على النتيجة. حصلت أكثر من علاج واستخدمت العلاج. طبعا العلاج أذاني، أحس أذان الصراحة. فرحت الولد صديقي دكتور عمار جبار نصيب صديقي، رحت يمه على مود تعالج عندي حشوة جذر، وجبتها سوالف وياه. قال يا برد أقول لك شغلة بس خاف تضحك علي. قلت له لا بالعكس دكتور قول. قال أكو عسل اسمه عسل المانوك. طبعا هذا فعال، هذا متخصص تقريبا أكثر شيء يشتغل جرثومة المعدة، وإذا جربته راح تدعي لي. قلت له والله أنا بالنسبة لي قلت لي قول الغرقان مكلب بقشاي، ما عندي كل مشكلة. والله انطاني العنوان ودز لي الصفحة على الفيس، وبعدها أنا تواصلت وياك. اتصلت بحضرتك وحصلت على العلبة، اعطيتوني إياها الصور 829 قوة تركيز مالتها. جبت العلبة وجيت، وأنا بالطريق الحقيقة يعني مو ذيك القناعة الموجودة، لأن تعرف مجتمعنا شنو عسل شنو يطيبك شنو. اتصلت بحضرتك قلت لك شلون أقدر أستخدمه. قلت لي ملعقة مال شاي، 3 وجبات. أخذت الوجبة الأولى وأخذت الجرعة الثانية. والله العظيم الثالثة لو أخذتها لو ما أخذتها، ورجعت لي العافية ورجعت يعني بالله الكريم كنت كل شيء مالي. شكرا لله. ذاك يوم واليوم يوم ما يقارب، صار تقريبا هاي 4 سنة. والحمد لله. بس للأمانة العلبة استمريت عليها وكملتها، وبعد حتى ما طلبت من عندك علبة إلي طلبت من عندك أكثر من مرة للناس اللي مارة نفس المعاناة. اي بالله الكريم. وهاي أمانة ومصداقية يعني واحد ما يقدر يبالغ بيها. تعاملكم يعني بالله ما ينوصف. أمانة الله ورسوله ما ينوصف. يعني منين ما أريد أسولف منين ما أريد أحكي ما أدري شكل. وبالله الكريم لا قصة تسويق. اي لا حتى اكون صادق وياك. لا اللي يعرفكم اكيد يعني الله الحمد لله انتم بعيدين عن هذا الموضوع. الحمد لله والشكر يعني في وجوه. لا الله يحفظك. لا مو احنا هم اذا المجتمع يشوفنا والمشاهد يشوفنا. صحيح. هاي امانه. ما يخرج من القلب يدخل القلب. بالله الكريم الصادق واضح. بالله الكريم هاي امانه. هاي امانه. يعني اول ملعقه، ثاني ملعقه، الثالثه اشتغل عندي. سبحان الله. بالله الكريم ذاك يوم واليوم يوم 4 سنين صار. والحمد لله والشكر. شكرا ان شاء الله صحه وعافيه ان شاء الله تكون سبب لاخرين تالي. يعني هاي التجارب مؤثره الحمد لله والشكر. يعني الشخص صاحب المنتج قد ما يسولف اكيد ما يقدر يقنع المقابل بقد ما الشخص اللي استفاد من عنده. اكيد مو يكون صاحب تجربه. يكون صاحب تجربه. واليوم مجتمعنا كله صار عنده عدم ثقه. صحيح. طبعا ومن حقه. طبعا ابو الاعشاب يسولف شكل والدكتور يسولف شكل. صحيح. وطاحوا جماعتنا خطيه المجتمع بين بين المطرقه والسندان. يعني مشكله هم حقهم. طبعا انا هذا مريت به شعور. نعم. لذلك جاي اقول لك حقهم يعني. طبعا يعني نوجه رساله من خلالكم. الله يحفظك. دائما احنا نستغل هيك يعني اماكن انه وزاره الصحه صح. بالتالي اذا سووا فد بحث تمام اشخاص مختصين تمام بالموضوع حتى يبحثون يعني شنو الخلل. اما بالعلاجات اكو خلل بالعلاجات هذه ما جاي تعالج. او اكو فد ميزه بهذا العسل. صح. على الاقل خلي يوفروه زين او ينصحون به. اي بالله الكريم فكره جدا رائعه. لان انا ايش قد ما اتكلم اكو فئه كبيره الناس مستحيل تقتنع. خصوصا فئه أكيد. يعني بعض الاشخاص
زين مو مستحيل يقتنع، يقول لي اكو يعني مراكز متخصصه وهاي دائما يعلقون هالتعليق انه خلي المستشفيات تعزل اي عادي او خلي الاطباء يعزلون وانت العسل مشكلة. مالتك تجيبه. هو مجتمعنا نبتلي بس يكلف له الشغله ما تلحق عليه. صحيح صحيح. فكلش نأكد انه الشخص المختص او وزاره الصحه تخصص في واحنا نتحمل تكاليف، مستعدين نتحمل تكاليف. الحمد لله. زين تعالوا سووا ابحاث وشوفوا القوه العلاجيه بهذا العسل بخصوص هذه المشكله جرثومه المعده، وان كان به هواي فوائد. به هواي فوائد كمضاد حيوي. انا بالنسبه للفوائد الباقيه صراحه يعني قريت عليه وشفته يعني ما بي مضره، هو بس فوائد، هو عباره عن بس فوائد فعلا. بس كتجربه فعليه صارت عندي بجرثومه المعده. نعم. اي جرثومه المعده يعني كلش بينت عندي يعني هو غير الدليل. صحيح. هو الدليل انت صار عندك باول يوم يعني شلون. وعلى فكره توصيلكم وين ما بشر موجود يجي لعند بابه، وهواي عندكم عروض بالاونه الاخيره. الحمد لله. لاحظت هواي يعني، وإن كان هو كل الأحوال هو يعني فرق عن الأدوية والعلاجات يعني. لا فرق. مراجعة واحدة. والله أقطع كلامك بالخير. والله فرق كلش شاسع. نعم. والله نعم. فرق كلش شاسع. نعم. لأن جربت العلاجات بأنواع. نعم. والشركات بأنواع. بس مثل عسل المانوكي ما شفت. سبحان الله. بالله الكريم. احنا بنقول بلكي هذا المقطع يشوفه فد شخص متنفذ وزارة الصحة، والله بلكي طبيب متخصص يقول بلكي خلينا نبحث هذا الموضوع. والله بلكي. والله بتمنى. اطباء خارج العراق هواي يتكلمون عنه. صح. كاطباء عاليين، دكتور كريم علي، دكتور بيرج، معروف عالميا. يذكر الخواص العلاجية هذا العسل، لكن داخل العراق لا مو كلش الاطباء يعرفون. صح. زين لكن باوروبا بالخليج زين بقيه البلدان معروف. بالعراق لا. اي قلت لك يعني ما صار فتره، انا هي فتره الاربع سنين سمعت بيه همين. لو ما دكتور عمار. دكتور عمار. اي بالله يعني خلاني بالصوره هم ما اعرف. هو هم دكتور. اي هو هم دكتور. اي دكتور وشرح لي قال لي علي يعني انت اذا تريد حل نهائي فما عندك غير هذا العسل. ودكتور عمار ما عنده اي مشاكل الحمد لله والشكر، وجاي ياخذه الصحه العامه. ياخذ الصحه العامه. هو سولف لي عنه هواي. صحيح فعلا. الحمد لله. دائما نقول الوقايه خير من العلاج. طبعا الوقايه اهم شيء. الوقايه خير من العلاج. واحد مو الا يتمرض يلا. لا واذا تمرض بعد غير تصير علي شيء عن قبل. يصير شيء عن قبل. يعني حتى اطفالي اللي يعني من عمر سنه هم نعطيهم من هذا العسل. ليش؟ اقول مو لا يتمرض. لا. ولاحظت فرق. يعني كانوا يتمرضون كل فتره، كل شهرين ثلاثه، ونبقى معاناه وادويه وابر هسه لا الحمد لله. لا انا اتصور حتى بطاقه ونشاط. طاقه نشاط. مشاكل المعده عاده مثل واحد قولونه سواء خفيف او متازم ما يقدر بعض الاكلات ياكلها. صحيح. عاده اللي عنده قولون ما يقدر ياكل فلافل، دائما ابرز اكل. صحيح. الحروم من عنده. زين ذاك عندي مقطع انه اقول ويا عسل مانوكي راح تقدر تاكل حتى الفلافل. فعلا اكو اشخاص زارون هم فقط تجربه قال هاي المقطع شفته وقلت كذب. زين بس جيت اشتريته هيك من لا شارع. يقول فعلا يقول هسه حتى فلافل عندي باكر اكل. الحمد لله. الله يوفق الناس. الله يسلمك. بالله الكريم كل غايتنا وتوفيق الناس. الحمد لله. خدمه الناس اعظم شيء واحد ممكن يتوفق له هو خدمه الناس. الحمد لله. شفنا صراحه هواي توفيقات على اثر دعاء الناس. الحمد لله. يشهد الله توفيقات. اقول سبحان الله اكيد هاي بسبب دعاء الناس. اي طبعا دعاء الناس مو شوي. اللي يشوف يعني في حاله متازم ووضعيته وبعدين يشوف الحل كلش يعني الحمد لله والشكر. رحمه من الله يا ما موجوده عند كل بشر. الحمد لله الشكر لله. شرفتونا سابقا بس فرع القريعات. هسه الحمد لله يعني نقاط بيع يعني بغداد محافظات الحارثيه اسم قبيل فرع رئيسي. فرع رئيسي. الحمد لله توسع مستمر وان شاء الله توسع اكثر واكثر واكثر والله يوفقكم. ان شاء الله. الله يسلمك. الله يحفظك استاذ. ان شاء الله. طبعا تفضلتم بالتصوير رغم انه عملكم في مكان حساس وقد يسبب لكم حرائق. الله يحفظك. لا تصور التجربه. اي بالله الكريم. قلت خلينا نصور. صحة الناس ان شاء الله تسوى كل شيء. جزاكم الله خير. الله يحفظك. جزاكم الله خير. بعد ندعو وزارة الصحة الاشخاص المعنيين بمتابعة العلاجات خصوصا ما يخص مشاكل المعدة والجهاز الهضمي وجرثومة المعدة، البحث عن عسل مانوكي والاطلاع على التجارب حتى ينصحون الآخرين به، وندعو الناس للاستفادة من هاي التجارب وتجربة المنتج حتى يستفيدون من عنده، مو بس لمشاكل المعدة، لا للغرض رفع المناعة، لمشاكل البشرة، للجروح والحروق،
هواي بفوائد، تعرفوا على فوائده واستفيدوا من عنده، يعني فعلا هو نعمة كبيرة.